بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة الكورة مع تريكا. فضلا وليس أمر نعمل لايك وصلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة النادي الأهلي ولعبته ما قدمهمش غير الفوز. النتيجة التانية بتاعت انتر ميامي بالميراس، الماتشين هيلعبوا في وقت واحد عشان مبدأ تكافؤ الفرص. ماتشين مهمين جدا جدا جدا. مستني توقعاتكم للنتيجة بتاعت ماتش انتر ميامي بالميراس والماتش الأهلي وبورتو. مستني توقعاتهم في التعليقات. ماتش مهم جدا جدا جدا. النهارده التشكيل المتوقع للنادي الاهلي هيلعب بمحمد الشناوي وهيلعب 4-2-3-1. هيلعب بمحمد هاني وهيلعب بيحيى عطية الله اللي هو راجع من الاصابه، اللي هو عمل ماتش اللي فات ماتش جامد بالنسبه للفتره اللي قعدها، لا ماتش كويس جدا. ويلعب باثنين قلب دفاع، يلعب باشرف داري عشان اصابه ياسر ابراهيم، وهيلعب باحمد رمضان بيكهام اللي انا بقول لكم هيكون مفاجاه الماتش النهارده. وطبعا مروان عطيه مش موجود، هيلعب بديانج وحمدي فتحي، دول اتنين، وهيلعب قدام بن شرقي وزيزو ووسام. هو ده التشكيل المتوقع للنادي الاهلي، وهو ده اللي لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني واثقين مليون في المية النهارده من نفسيهم. ده على تسريحاتهم هم، على لسانهم، اللي هو قال لك الماتش ده بالنسبة لنا احنا مهم جدا لإرضاء جماهير النادي الأهلي. كلنا النهارده نتمنى التوفيق للنادي الأهلي في الماتش النهارده، ومستني توقعاتكم في التعليقات. نتيجة ماتش الأهلي وبورتو وماتش بالميراس وإنتر ميامي، الماتشين في وقت واحد. كل دعواتنا لجماهير الكرة المصرية، لجماهير النادي الأهلي النهارده والفريق النادي الأهلي النهارده في الماتش وفي اللقاء، وانتظرونا بعد اللقاء.